السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك طبقات اللي كنحتاجوا فيه جوج ديال البيضات متوسطين ديال الحجم، واحد بيصه ديال الملحه، واحد الساشي ديال الفاني، كنحتاجوا نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس وافي. كنخلطوا مزيان هاد السنيده مع البيض حتى يبيض لينا الخليط. من بعد ضفت نص كاس ديال زيت المائده وحنا كنخلطوا. ممكن انكم تستعملوا الخلاط ولا الضراب الكهربائي، حيت انا غير مزربه الفيديو. ضفت نص كاس ديال الحليب يكون دافي. من بعد غادي نضيف النواشف اللي هو كاس عامر ديال طحين فورس وجوج ساشي ديال الكاكاو. كنغربلوا هاد العناصر في شي صفايه مزيان. كنخلطوا هاد المكونات. من بعد غادي نضيفوا الطحين شويه بشويه. عندي هنايا كاس عامر ديال الطحين، احتاجيت منه نص كاس وافي ديال الطحين فورس. يعني بالنسبه للطحين كيبقى على حسب حجم ديال البيض وعلى حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين لا. من بعد ضفت خمار ونص ديال الخميره وزدت عليها معلقه كبيره ديال الخل. صافي كنخلطو مزيان حتى ما يبقاش لينا هذوك الحبيبات ديال الطحين كيبانوا. خديت المول ديال الكيك ودهنته بالزبده ورشيته بالطحين. كبيت الخليط في المول ودخلته الفران اللي كيكون بارد. بالنسبه لمده الطهي ما كتعداش 35 دقيقه. منين كيطيب لينا الكيك كنسقيوه ب4 كاس ديال الحليب وكنخليوه جانبا حتى نصايبوا الطبقه الاولى. بالنسبه للكريمه كنحتاجوا هنا نصف لتر ديال الحليب، 2 معالق كبارين ديال سنيده، 2 معالق كبارين ديال كريم باتيسير ولا مايزينا، وواحد الفلون ديال الفاني. بالنسبه للنكهه نتوما اللي كتختاروا، ممكن انكم تستبدلوا الفاني بالكراميل حتى هو كيجي زوين. صافي كنخلطوا كلشي وكنوضعوه فوق النار حتى يعقد لينا ونوضعوه فوق الكيك راه شرب لينا داك الحليب. غادي نوضعوه في الاطار، نخويو عليه الطبقه الاولى ديال الكريمه ونخليوه جانبا حتى يبرد. بالنسبه للطبقه الثانيه احتاجيت هنايا 2 كيسان ديال العصير ديال البرتقال، 2 معالق كبارين ديال سنيده، 2 معالق كبارين ديال كريم باتيسير، وواحد الفلون ديال الفاني. نفس الشيء غادي نوضعوه فوق النار حتى يعقد لينا، غير هو ما يعقدش بزاف. ضروري خصو يبقى شويه سائل باش كيجي لامع فوق الكيك. صافي منين بردات لينا الطبقه الاولى خديت الصفايه وصفيت هذاك الخليط فوق منه. ندخلوا الكيك للثلاجه حتى يبرد مزيان. انا تقريبا هنايا شي 2 سوايع حتى 3 ديال السوايع هو كيبرد. من بعد خديت واحد السكين ودوزت ما بين الجوانب ديال المول ديال الاطار باش بكل سهوله يتحيد لي. وزينت بخطوط ديال الشكلاط. بالنسبه للزين كيبقى يعني لكم الاختيار، ممكن تخليوها هكذاك، ممكن ديروا اللوز يفيلي، يعني اي حاجه ممكن. وبالنسبه للجوانب زينت شويه ديال الفيوتين. كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتجي لذيذه وكتجي منعشه في هذا الصيف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.